ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض محشي مشكل كده، هينفع معاكي في ايام رمضان وهينفع معاكي في عزومات رمضان. لو انت عندك عزومه هتحطيه على سفرتك وانت مطمنه انه هيعجب ضيوفك. تعالوا نخش على الطريقه على طول ونسمي بسم الله. معايا هنا خضار مشكل، فلفل حامي، فلفل بارد، بتنجان، كوسه، طماطم، اي خضار حابه تحطيه. حابه تحطي بصل كمان هيبقى معاكي احلى واطعم بكتير. هنبدا نخش على الخلطه بتاعتنا ونقول لكم عملناها ازاي. معايا هنا رز مغسول ومتصفي كويس، هضيف عليه بصلايه مفرومه، هضيف عليه بهارات فلفل كمون، كزبره، توم باودر، وكمان خلطه من البهارات المحشي. وهبدا اضيف الخلطه بتاعتي. ما حبيتش ان انا اعملها معاكم عشان ما يبقاش الفيديو طويل، طبعا كلنا بنعرف نعملها. الخضار بتاعي كزبره، بقدونس، شبت، واحط كمان الملح بتاعي اظبطه. الخلطه دي بعتمدها في كل انواع المحاشي اللي انا بعملها. حابه تضيفي نعناع ناشف او اخضر تمام، بيدي طعم حلو بس انا مش بحبه. هبدا احشي معاكم الخضار. الكوسه طبعا الخضار بتاعي كل ما كان حجمه صغير وكل ما كان يعني الحجم بتاعه اصغر كل ما كان طعمه احلى واطعم بكتير. حشيت معاكم الكوسه، البتنجان، كمان هحشي معاكم الفلفل، وكمان الشطه بتدي طعم جميل جدا جدا في قلب المحشي. اهو حشيت معاكم الفلفل كمان اهو، وهحشي معاكم كمان الشطه دي. طعمها بيبقى رهيب جدا لعشاق الشطة. أنا من عشاق الشطة، بحب الشطة جدا. هبدأ أرص معاكم الصينية. معايا هنا بقى بصل متقطع شرايح، وكمان طماطم متقطعة شرايح. لو حابين تضيفوا بطاطس ضيفوا كمان. أي خضار حابين تحطوه في الأرضية بتاعت الصينية تمام. هو بياخد من طعم المحشي وبتاكلوه جدا. حبة خضرة بقى من اللي احنا حطيناهم على المحشي. وهبدأ أرص معاكم الخضار. حشيت كل الكمية طبعا زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اسويه. وكمان هسويه في الفرن، بيدي طعم جميل جدا 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 لما بتسويه في الفرن. حاجة كده جميلة، ومش بياخد معاكي ساعة بالكتير ويكون يعني جاهز معاكي. وكمان وشه متحمر والطعم كمان خرافة خرافة خرافة. وان شاء الله ان شاء الله تعتمديه دايما في عزوماتك ومش هتندمي. هبدأ أعمله أسقيه معاكم بالشوربة. أهو الشوربة بتاعتي دي كانت سخنة، شوربة بط، حطيت عليها معلقة صلصة وكمان مرقة دجاج، وكمان لو عندك دبس رمان حطي، بيدي طعم مزازة كده جميل. الكوسة ما تخليش الشوربة بتاعتها كتير عشان خاطر هي بتنزل مية، مش بتحتاج لشوربة كتير. البتنجان والفلفل برضه تسقيهم قبل الخط الأخير كده بشوية، وبعدين تقفلي بورق فويل وتدخلي الفرن لمدة ساعة بالظبط. هيكون جاهز معاكي ووشه متحمر كده. عايزة التحميرة بتاعته تبقى أكتر حطيه تحت الشواية من دقيقة لدقيقتين، هيطلع معاكي شكله جميل ومتحمر وتحفة جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم وتجربوه بنفس الطريقة. وتعالوا ندوق مع بعض ونشوف الرز مفلفل ازاي. اهو هبدأ ان انا افتح معاكم كوساية كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ والله كان جميل جدا جدا وطعمه كان خرافة. وكمان دقته معاكم برضو، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.